فيديو جديد عن تمارين خاصة بعلاج عرق النسا. يا دكتور حضرتك اتكلمت عن عرق النسا كتير قبل كده، ايه الجديد النهارده؟ الجديد ان احنا جايبين 5 تمارين لو عملت ال5 دول مع بعض بشكل يومي هتقضي تماما على عرق النسا ايا كان سببه. يعني ايه ايا كان سببه؟ يعني سواء كان ليه علاقة بالفقرات القطنية او بالعضلة الكمثرية البايروفورمس المعروف بعرق النسا الكاذب، هتلاقي نتيجة. فيلا بينا على طول نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور احمد بدر، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه. هنتكلم النهارده في فيديو جديد عن ال5 تمارين اللي هتقضي تماما على عرق النسا لو عملتهم مع بعض بشكل يومي لمده على الاقل اسبوعين. بس قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لايك للفيديو واعمل له شير على كل مواقع السوشيال ميديا الخاصه بيك، واشترك في مواقع السوشيال ميديا بتاعتنا، رابطها في الديسكريبشن تحت الفيديو. قبل ما نتكلم في التمارين محتاجين نتكلم في حاجه بشكل سريع، وهي ان عرق النسا والألم بتاعه بيكون ليه سببين اساسيين. اما في ضغط في الفقرات القطنيه، الفقره الرابعه والخامسه او الفقرات القطنيه عموما بتاثر على عرق النسا اللي بيمتد من الفقرات القطنيه للمقعده للفخذ من ورا وبالجنب للسمانه لحد مشط الرجل، او في مشكله او التهاب في عضله اسمها البايروفورمس او العضله الكمثريه اللي بيعدي من جنبها داخل منطقه الحوض، بيعدي من جنبها عرق النسا. فلو في عندنا مشكله هنا او هنا بيبتدي يعمل لنا عرق النسا. وفي بعض الاحيان او في كتير من الحالات اللي بنشوفها بيبقى عندهم مشكله في الحاجتين مع بعض. فعشان كده التمارين اللي معانا النهارده هتبقى شغاله على المنطقتين مع بعض، وده الجديد وده اللي بيخلي التمارين دي ليها نتيجه كبيره جدا. ان ال5 تمارين دول ليهم دور في الفقرات القطنيه وكمان في عضله البايروفورمس او العضله الكمثريه. وطبعا التمارين اللي هنتكلم عنها النهارده في منها تمارين اتكررت قبل كده او اتقالت قبل كده، لكن التوليفه ال5 تمارين دول مع بعض هو ده الجديد في الفيديو، هو ده اللي هيخليك تحس بفرق كبير جدا. خصوصا ان التمارين اللي فاتت كانت في ناس بترتاح على بعض التمارين وناس بترتاح على البعض الاخر، فبدانا نفهم ايه السبب، فجمعنا ال5 تمارين دول في حلقه واحده. واول تمرين فيهم هيبقى خاص باطاله العضلات بتاعه اسفل الظهر او الفقرات القطنيه، والتمرين اسمه ني تو شيست او الركبه بنشدها يمه الصدر. بتكون بكل بساطه نايم على ظهرك وبتسحب الركبتين على صدرك وبتضغط ضغطه جامده شويه كده بالركبتين على صدرك وبتثبت 40 ثانية، وبعد كده بتفرد رجليك وترجع تكرر تاني 4 مرات. والهدف من التمرين ده زي ما قلنا انك بتعمل اطالة للفقرات القطنية او للعضلات اللي ماسكة الفقرات القطنية، فبتبتدي تعمل ارتخاء شوية في الفقرات، فبيبتدي الضغط اللي حاصل على عرق النسا بيقل. طيب ايه التمرين اللي بعد كده؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان عرق النسا جاي من اول الفقرات القطنية واصل لحد مشط الرجل، فزي ما عملنا إطالة لمنطقة الفقرات القطنية محتاجين نعمل إطالة للمنطقة اللي تحتها، الفخذ بالسمانة. والتمرين هنعمله بطريقتين، إما إنك تكون واقف وتبتدي تميل بجذعك لقدام وتثبت 30 ثانية وترجع تطلع لفوق وتكرر تاني، تنزل بجسمك لقدام وتحافظ على إن الركبتين يبقوا مفرودين طبعا، وتثبت 30 ل 40 ثانية وتطلع تاني وتكرر 4 مرات. ده شكل معين. الشكل الثاني انك بتكون قاعد وممدد رجليك وفارد الركبتين كويس وبرضه بتميل بجذعك لقدام كانك عايز توصل لمشط الرجل، وتثبت من 30 ل 40 ثانيه وتريح وترجع تكرر تاني 4 مرات. طيب امتى اوقف التمرين ده او اقلله شويه؟ لو حسيت بتنميل او شكشكه في كف رجلي او في السمانه ببتدي اهدي التمرين شويه او اوقفه. اما لو انا حاسس بشد بس في العضله مهما كان الشد، يعني العضله خلاص هتتفرتك، ده ما يقلقش خالص، كمل التمرين عادي والشد ده هيقل مع التكرار. اما الشكشكه والتنميل هم اللي في دورهم لازم توقف التمرين. التمرين اللي بعد كده هو ان احنا بنعمل ليونه لمفصل الحوض نفسه على الفقرات القطنيه، وده اسمه الطبي posterior pelvic tilt، وهو انك بتكون نايم على ظهرك وتاني الركبتين بشكل هرمي وتبتدي تشفط وتسحب عضلات البطن لتحت وتزق بظهرك لتحت يمة الفقرات القطنيه، وتبتدي ترفع الحوض من يمة قدام سنه صغيره. فبكل بساطه كانك بتلف بس مفصل الحوض بتاعك وانت نايم، وبتبتدي تكرره 3 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. تسحب عضلات البطن لتحت وتزق بالظهر لتحت مع انك بترفع الحوض سنه لقدام، فكانك بتعمل ليونه لفقرات
الظهر ومعاهم طبعا مفصل الحوض. وده عشان تحس انك بتعمله صح، انت وانت نايم على ظهرك وتاني رجليك بيبقى فيه تجويف تحت الفقرات القطنيه. لو انت قدرت تخفي التجويف ده يبقى انت كده عملت التكرار ده صح، ما عرفتش يبقى انت حاول تاني. فهو تمرين مهم جدا ونتائجه ممتازه، لكن بيبقى محتاج شويه تركيز ومش هتعرف تعمله من اول مره. فحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما تبتدي تعمله صح وتحس بنتائجه، ساعتها كمل عليه بدون اي مشكله. اما التمرين اللي بعد كده فتمرين الكوبري او البريدجنج، وده تمرين مشهور جدا واتكلمنا عنه قبل كده في كذا فيديو او في كذا حلقه. وهو انك بتكون نايم نفس النومه بتاعت التمرين اللي فات، تاني الركبتين، بس هنا بتبتدي ترفع الحوض كله لفوق كانك بتعمل كوبري بجسمك، وبتطلع تثبت ثانيه وتنزل تاني وتعمل 3 مجموعات، كل مجموعه 10 عدات. تاخد بالك كويس جدا في التمرين ده انك تعمله ببطء شديد جدا، يعني تطلع ببطء قوي تنزل ببطء قوي. لما تطلع فوق اثبت ثانيه ما تنزلش على طول، لما تنزل تحت ما ترزعش جسمك على الارض او على السرير، لا انزل ببطء. اخر حاجه انك حاول تجيب دايما اخرك في الطلوع وفي النزول، ما تبقاش شغال في نص الرينج بس مش اكتر. اخر تمرين معانا هو تمرين اطاله للعضله الكمثريه او البايروفورمس. زي ما قلنا ان هي ليها دور اساسي في المشكله، وفي حالات كتير على فكره بتجي لنا العياده بنيجي نعمل لها تيست الفقرات القطنيه بنلاقيها كويسه جدا وهو عمره ما اشتكى منها، ومع ذلك عنده عرق نسا شديد. فبنبتدي نعمل فحص وتستات للعضله الكمثريه او البايروفورمس وبنلاقيها متدمره تماما، فبنعرف ان المشكله اساسا في العضله الكمثريه. فتمرينها سهل جدا او الاطاله بتاعتها سهل جدا، هي انك هتكون نايم على ظهرك وتبتدي تحط رجل على رجل بالشكل ده وبتشد بشكل عكسي، يعني ركبتك اليمين مثلا هي اللي تعباك او رجلك اليمين هي اللي تعباك، بتسحب يمة ركبتك اليمين على كتفك الشمال او العكس، ركبتك الشمال يمة كتفك اليمين. هنا بتبتدي تعمل اطاله كويسه جدا لعضله البايروفورمس، ولازم تحس بالشد في منطقه المقعده من بره، هنا تعرف انك بتعمل التمرين صح جدا. لكن برضه ما توقفوش الا اذا حسيت بتنميل او شكشكه في كف رجلك، يا توقفوا يا تقللوا شويه، وبرضه بتثبت 40 ثانيه وتكرر 4 مرات، هنا بيبتدي الموضوع ينتهي تماما. هي دي ال5 تمارين المهمه اللي كانت معانا في فيديو النهارده، لازم تعملهم وتحافظ عليهم بشكل يومي لمده اسبوع على الاقل، هتحس بفرق رهيب جدا، وهتحس بعد كده انك قادر تتماشى مع الوضع وان الوجع قل بنسبه كبيره. ولو ما قلش اكتبوا لنا في التعليقات ايه مشاكلكم واحنا هنرد عليها ان شاء الله في التعليقات او في فيديو جديد. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك متين. ومن هنا الفيديو الجاي اشوفكم بخير والسلام عليكم.